السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل إنك عايش في زمن ما كانش فيه نظارات وإنت عندك ضعف في النظر. يا ترى كان هيبقى وضعك عامل إزاي؟ كنت هتقدر تعيش إزاي وتشتغل وتتعامل مع الناس؟ في موضوع النهاردة هنعرف مع بعض إزاي الناس اللي كان عندها ضعف نظر كانت بتتعامل قبل اختراع النظارات. من زمان جدا في الحضارات القديمة زي الفرعونية والإغريقية الناس كانوا بيلاحظوا إن في ناس بيشوفوا أحسن من ناس تانية، وده خلى الفلاسفة والعلماء زي إقليدس يدرسوا الظاهرة دي. كان بيتكلم عن فكرة إن العين بتستقبل الضوء بشكل معين، وإن دي حاجة بتأثر على قدرتنا على الرؤية. لكن رغم كده ما كانش عندهم فكرة عن إن في حالات مرضية بتضعف النظر، زي قصر النظر أو طول النظر. كانوا فاكرين إن دي حاجة طبيعية وإن ده نصيبك في الحياة، يا إما تشوف كويس يا إما لأ. أول حل عملي للتغلب على ضعف النظر كان استخدام العدسات المكبرة. الفكرة دي ابتدت من حوالي 2000 سنة قبل الميلاد عند المصريين القدماء والرومان. كانوا بيستخدموا كريستالات أو زجاج منحني بشكل معين عشان يقدروا يشوفوا الحاجات القريبة بوضوح أكتر. بس طبعا العدسات المكبرة دي كانت بدائية جدا، وكانت غالبا بتستخدم للقراءة بس، فلو حد محتاج يشوف حاجات على بعد ما كانش بيفيده خالص. الرومان القدماء كانوا بيستخدموا ما يسمى بحجر القراءة، اللي كان عبارة عن قطعة من الزجاج الشفاف بتحطها فوق الكلام عشان تكبره وتخليه أوضح. لكن طبعا الحل ده كان محدود جدا. اللي عنده ضعف نظر زمان كان بيعتمد على حاجتين: يا إما التأقلم مع الوضع، كان في ناس بتتعود تعيش بنظر ضعيف وده بإنهم يتجنبوا الحاجات اللي بتحتاج رؤية دقيقة، أو يعتمدوا على ناس تانية يساعدوهم في المهام اللي محتاجة تركيز. أو تقوية الحواس التانية، الناس اللي عندها ضعف نظر كانت بتحاول تقوي حواسها التانية زي السمع أو اللمس، وده بيخليهم يعتمدوا على الحواس دي بشكل أكبر. في دراسات أثرية بتقول إن كتير من الحرفيين زمان كانوا بيعانوا من ضعف النظر نتيجة عملهم في ضوء ضعيف، وكانوا بيتعلموا يعتمدوا على خبرتهم اليدوية بدل النظر. في العصور الوسطى خاصة في العصر الإسلامي العلماء العرب زي ابن الهيثم ابتدوا يدرسوا العين وطريقة عملها، وفهموا بشكل أكبر مشاكل النظر. ابن الهيثم تحديدا كتب كتاب عن البصريات ووضح فيه فكرة الضوء وطريقة انتشاره وتأثيره على العين. لكن رغم الفهم ده ما كانش فيه اختراع فعلي للنظارات. أول ظهور للنظارات كان في إيطاليا في القرن ال13، وكان عن طريق عدسات محدبة بيسموها عدسات القراءة. العدسات دي كانت بتساعد الناس على الرؤية القريبة لكن مش البعيدة، وده كان إنجاز كبير لأنه بيسمح للناس كبار السن إنهم يقروا ويشتغلوا بشكل أفضل. في القرن ال14 انتشرت النظارات بشكل أكبر في أوروبا، وده خلى الناس اللي عندهم ضعف نظر يبدأوا يستخدموها في الحياة اليومية. مع بداية استخدام النظارات الناس اللي عندها ضعف نظر بقت تشوف العالم بشكل مختلف. لكن لسه كان في مشكلة: النظارات اللي كانت متوفرة وقتها كانت للقراءة القريبة بس. الناس اللي عندها قصر نظر ما كانوش بيستفيدوا منها في حياتهم اليومية. كمان النظارات دي كانت غالية جدا وما كانش متوفرة لكل الناس، وده خلاها مقتصرة على الأغنياء والكهنة والعلماء. أما بقى في القرن ال15 بدأ الناس يفكروا في تحسين العدسات عشان تخدم الناس اللي عندهم مشاكل نظر مختلفة زي قصر النظر وطول النظر. ومع الوقت ظهرت عدسات محدبة ومقعرة بقت بتساعد الناس اللي عندهم مشاكل في الرؤية القريبة والبعيدة. في القرن ال18 النظارات بقت أكثر دقة وبدأت تتعمل بمقاسات وأنواع عدسات مختلفة حسب احتياج كل شخص. التطور ده حصل بفضل تقدم التكنولوجيا والصناعة اللي خلت إنتاج النظارات يكون أسهل وأرخص. دلوقتي النظارات بقت منتشرة بين مختلف طبقات المجتمع، ودي كانت نقلة كبيرة جدا في حياة الناس اللي بيعانوا من ضعف النظر. في دراسة اتعملت سنة 1750 بتقول إن حوالي 10% من سكان أوروبا كانوا بيستخدموا نظارات، وده بيبين قد إيه الموضوع كان شائع حتى في الزمن ده. بداية القرن العشرين العلماء والمخترعين كانوا بيدوروا على حلول جديدة لضعف النظر، وده خلاهم يفكروا في حاجة جديدة وهي العدسات اللاصقة. العدسات دي كانت بتتركب مباشرة على العين، وكانت بتحل مشكلة كتير من الناس اللي مش بيحبوا يلبسوا النظارات. بس في نفس الوقت العدسات دي كانت مؤلمة وغير مريحة وكان استخدامها محدود جدا. لكن مع الوقت العدسات بقت أحسن وبقت مصنوعة من مواد بتسمح للعين
التنفس، وده خلاها أكتر أمان وراحة. أول عدسة لاصقة اتعملت كانت من الزجاج، ووزنها كان تقيل جدا، وكانت لازم تتلبس لمدة محدودة لأنها كانت بتعمل مشاكل في العين. دلوقتي النضارات بقت مجرد وسيلة لتحسين النظر، لكنها بقت جزء من الموضة والثقافة. في ناس بتلبس نضارات حتى لو مش محتاجة، عشان تعبر عن شخصيتها أو تطلع بشكل معين. بقى في كمان شركات بتصمم نضارات مخصوص لكل الأذواق، من أول العدسات الملونة لحد الإطارات المصممة بأشكال مختلفة. حوالي 2.5 مليار شخص حول العالم بيحتاجوا نظارات أو عدسات لتصحيح النظر، وده بيبين قد إيه النظارات بقت جزء مهم وأساسي في حياة الإنسان. دلوقتي مع التقدم التكنولوجي بقى في طرق تانية غير النظارات والعدسات لتصحيح النظر، زي جراحات الليزك وتصحيح النظر بالليزر اللي بتخلي الناس تستغنى عن النظارات نهائي. وكمان في تجارب على عدسات ذكية بتقدر تعدل نفسها حسب الضوء، وبتخلي الرؤية أفضل في كل الظروف. في توقعات إن بحلول عام 2050 أكتر من نص سكان العالم هيكونوا عندهم ضعف نظر بدرجات مختلفة، وده بيخلينا نشوف إن الأبحاث لتطوير النظارات وطرق تصحيح النظر هتفضل مستمرة. في النهاية، زي ما شفنا الناس قبل اختراع النظارات كانت بتعاني جدا مع ضعف النظر، وكانوا بيحاولوا يلاقوا حلول بدائية عشان يتغلبوا على المشكلة دي. ومع التطور عبر العصور بقى عندنا دلوقتي حلول كتيرة، من النظارات التقليدية للعدسات اللاصقة لحد العمليات الحديثة زي الليزك. تخيل بقى إن الحياة من غير نظارات كانت هتبقى صعبة جدا على ملايين الناس، وده بيخلينا فعلا نقدر قد ايه النظارات قدمت حاجة عظيمة للبشرية، وخلتنا نشوف العالم بوضوح أكتر، وخلتنا نعرف قد ايه نعمة البصر نعمة مهمة جدا لازم نشكر ربنا عليها. شكرا، سلام.